من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ إنها قصة طويلة. أخبرني، هل تعرف كبير أهل كنعان؟ أجل، يعقوب النبي، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. سمعت أن له 12 فرعا مورقة مثمرة. كان، لكنهم قطعوا أحد الفروع. أتعرف شيئا عن حال يعقوب النبي؟ سمعت أنه ابتلي بغم الهجران، اتخذ لنفسه بيت أحزان واعتزل الناس جميعا، ويمضي أيام دهره متأوها لحزنه على ذلك الفرع المقطوع. ما الذي يبكيك أنت؟ إن ذهبت إلى كنعان وقصدت ذلك الشيخ المفجوع، أخبره أنك تحمل رسالة من شاب مهجور وسجين. أخبره أن السجين يقول لك كلما جزعت من ألم الفراق وبلغت نيرانه منك مبلغها، ارفع يدي التضرع نحو ساحة الصاحب الأنيس، وادعو لجميع الأبناء الذين فرقتهم الغربة. من أنت؟ لم تعرفني عن نفسك. أعتذر، لا يمكنني، هذا الأمر ليس مأذونا لي. أمر عجيب، كم ركضت في طلبها. ليس عجيبا أبدا، فكل مخلوق في هذا الوجود إنما هو مأمور ويسير نحو هدف محدد. تقصد أن هذه الناقة ساقتني إلى هنا عمدا؟ القافلة تنتظرني. في أمان الله. في حفظ الله.